احلى مفاجأة النهاردة هتدعولي عليها. اقسم بالله هتخرجوا من الفيديو مستفادة بنسبة 100%، و99% ما يعرفوش المعلومات اللي هقولك عليها النهاردة دي. تعالى اقولك ايه الفرق ما بين القرص الطرية الفلاحي والكماج. ناس كتيرة قوي بتسمي الكماج قرص طرية فلاحي، وناس تانية بتسميها البكاكين، وناس تانية برضو بتسمي القرص الطرية الفلاحي البكاكين. تعالى اقولك ايه الفرق ما بين القرص الطرية الفلاحي وايه الفرق ما بين البكاكين. بس ما تنسيش تسمي الله وتصلي على الرسول وتدعي لي دعوة حلوة كده من قلبك. ولو انت عارفة يا ريت تقولي لي في التعليقات علشان اعرف منك اذا كنت عارفة الفرق فعلا. عايزة اقول لكم ان ده بخبرة سنين، والله العظيم ما حد هيقول لكم على المعلومات دي غير بفضل الله اختك شيماء. تعالي بقى اعرفك الفرق ما بين القرص الطريه الفلاحي والكماج. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه اقول لكم الروايح، اللهم صل على النبي، الروايح طالعه من الاتنين. بصوا بقى الكبيره دي في ناس بتسميها قرص طريه فلاحي، بس ده الكماج. ايه الفرق؟ الفرق ما بين القرص الطريه الفلاحي، المكونات بتاعه القرص الطريه الفلاحي نفس المكونات بتاعه الكماج، بس الاختلاف في المقادير والطريقه. القرص الطريه الفلاحي الكيلو بياخد 300 جرام من السمنه، الكماج بياخد 100 جرام من السمنه، وممكن تخليها 120 جرام من السمنه، يا اما 8 كيلو كامل صافي. تمام. القرص الطريه الفلاحي بتاعتنا بتاخد 8 كيلو من القشطه، ده بياخد 50 جرام من القشطه. يبقى هنا الماده الدهنيه اكتر من الماده الدهنيه اللي هنا. طيب اللبن الرايب، الاتنين بياخدوا لبن رايب، بس ده بياخد 700 جرام من اللبن الرايب، اما ده بياخد 600 جرام من اللبن الرايب. تمام. وممكن يزيد وممكن يقل، ده على حسب امتصاص العجينه، وده برضو ممكن يزيد معاكي شويه، لان طبعا المواد الدهنيه بتاعتها هنا قليله، فهتحتاج هنا مواد سائله اللي هي زي اللبن الرايب. والاتنين نفس المكونات بتاعتهم، بس الاختلاف في المقادير. فهمتوا؟ وده بياخد خميره وده بياخد خميره، ده بياخد ملح وده بياخد ملح، ده بياخد سكر، نسبة السكر بتاعته معلقة صغيرة، ده نسبة السكر بتاعته بياخد 4 معالق كبار من السكر. تمام، علشان تبقوا مركزين. ده برضو بياخد خميرة وبياخد بيكنج باودر، ده برضو بياخد خميرة وبياخد بيكنج باودر. عرفتوا ايه الفرق ما بين الاتنين، القرص الطرية الفلاحي والكماج؟ ناس تانية بتسمي القرص الطرية الفلاحي دي كماج، وناس تانية بتسميها بكاكين. القرص الطرية الفلاحي بتبقى عامله زي القرص بتاعت بره، اللي هي ايه، بتبقى كلها، شفتوا الكيكه مساماتها كلها ماسكه في بعضها، وفي نفس الوقت بتكون دايبه كده زي ما انتم شايفين. تعالوا اوريكم بقى. عايزه اقول لكم قسما بالله القرص الطريه بتاعتنا والكماج ده بايت، وانا حبيت ابيته كده علشان اعمل لكم فيديو عليه واعرفكم الفرق. بجد والله العظيم اللي بياكل القرص بتاعتنا دي من الاخر، والمقادير انا عاملاها لكم عندكم على الصفحه، بجد من الاخر يا بنات والله. بصوا بصوا، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله، دايبه. تعالوا بقى الفرق هنا ما بين القرص والكماج. الكماج بيبقى الطريقه بتاعته بنفرده بالنشابه وبتكون رقيقه جدا وعلى رشه دقيق بسيطه خالص. اما القرص بنفردها كده، ما بنرشش عليها دقيق ولا بنفردها على دقيق. تمام. لكن الكماج بيبقى قابب، بتبقى رقيقه في السمك بتاعها، ولما بندخلها الفرن بتقب، وبنخمرها وهي عجينه. بعد ما بنعجنها بنخمرها ونفردها ونحطها على ملايه نظيفه او شال نظيف، وبعد كده بنشيله ونحطه في قلب الفرن على صاجه برده نظيفه. ممكن تحطها على صاجه الفرن، يا اما ممكن تحطها على السجان. اما القرص بنقطعه ونكوره على طول ونبططه دوبك بعد العجن، بنسيبها تريح 5 دقايق، وبعد كده ايه بنشكله ونحطه في قلب السجان. وبعد ما بنحطه في السجان بنسيبه لحد ما يخمر تماما، وبعد كده بندخله الفرن. عرفتوا ايه الفرق ما بين الكماج والقرص الطريه الفلاحي؟ والكماج بيبقى قابب، بيبقى عامل زي العيش، ولكن طعمه مقارب لطعم القرص، بس الماده الدهنيه بتاعته قليله فيه. تمام كده. صلوا على رسول الله وما تنسوش تدعموا الفيديو. وعايزه اقول لكم اقسم بالله ما حدش هيقول لكم على المعلومات دي غير بفضل الله اختك شيماء. تعالوا بقى ندوق القرص مع بعض كده. عايزه اقول لكم بجد تستاهل بقكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله. تعرفوا ان القرص دايبه ازاي؟